حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. ايه رايكم بقى في الفراخ المشويه الجامده دي؟ ولا اكنها جايه من كباب جاي من بره؟ احنا نضحك عليهم بقى وناخد منهم الطقطقين. كل واحده بقى تعملها بالطريقه دي وتقول لجوزها ايه؟ انا جايباها من بره. يا جماعه بهزر معاكم، متعملوش كده، احنا لازم نوفر طبعا. إيه دلوقتي بقى معانا الطريقه. احنا جايبين الطبق ده فيه بصل مبشور، وفي طماطم مبشورة برضو، وفلفل رومي مبشور. لو حد عايز بقى لزوم السبايسي يبشر برضو فلفلاية حامية. معانا هنا خلطة المشاوي ماجي بجد روعة، وعلبة زبادي بقى كبيرة كده، وطبقة بهارات بتاعنا. احنا مش هنزود بهارات قوي عشان خاطر طعم الفراخ تبان فيها، مش عايزين البهارات تغطي على الفراخ. زي ما انتوا عارفين بقى الفراخ غالية وكده، ودي كنز دلوقتي يعني. احنا جبنا فرخية كبيرة، خليت الراجل يقطعها لي 8 قطع. يعني عايزه اقولك لو كنت عايزه يقطعها لي 10 20 كنت قطعتها. جبنا هنا بقى البصل وحطينا عليه البهارات بتاعتنا، ونحط عليه كيس خلطة ماجي اللي هي المشاوي. ننزل بيها يا جماعة بقى كلها، منستخسرش يعني. سين نحطها كلها، يلا ان شاء الله محد حوش. ننزل بقى بعلبة الزبادي، نحط بقى شوية زيت. ننزل بقى كده شوية زيت. بقى الزيت ده بقى ايه لزومه؟ بيخلي الحاجة جوسي كده، يعني بيطريها، بيخليها جوسي، بيفتت الأنسجة. مع حبة بقى ملح وسكر كده بسيط، يا خرابي ادوقي أحلى فراخ مشوية. حاجة كده جامدة جدا. التتبيلة دي يا جماعة من ساعتين ليوم ليلتين 3 براحتك، بس هي أقل حاجة خالص إلا ساعتين. يعني مينفعش نتبلها ونعملها على طول، لا، خليها تاخد كده ساعتين كده، تشرب كده من مية التتبيلة كده وتاخد من طعمها، تبقى بجد تحفة. نجيب بقى الفراخ بتاعتنا المتقطعة دي ونشقها كده، بصوا خرموها خالص يعني، بصوا عايزاكم تفتكوها خالص عشان خاطر تشرب كل بقى فتحة من دي، تشرب بقى من التتبيلة بتاعتها. واحشيها بقى كده اذا كنك بتحشي ايه، كرومب، بتحشي بتنجان محشي. هو زي ما قال لكم مالك كده، مالك لازم يرشق نفسه في اي حاجة. بس تبليها كده من بره ومن جوه، تاخد الطعم كده كلها، واقعدي فتحي كده. بس وتسيبيها في الطبق بقى. نعمل بقى كده كل الكمية بتاعتنا، وناخد كده كل قطعة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما عملنا في اول قطعة بالظبط. نحشيها كده من جوه الجلد ومن جوه اللحم بتاعها، كل الجوانب بتاعتها. جيبي كده كل القطع واشتغلي فيها كده زي ما انت شايف. بس سهلة جدا وبسيطة، ويعني ايه، مش محتاجة اي افتكاسات، ولا كأنها ايه اجدع كباب بيجي من برا. انت تعمليها في البيت بطريقة جميلة جدا وتتبيلة جميلة. وعلى الشواية بتاعتك، عندك جريل ماشي، ما عندكيش حطيها في شواية الفرن. طب ما عندكيش ولا ده ولا ده، حطي صينية كده على النار فيها شوية مية وعليها شبكة، وهتدوقي احلى فراخ مشوية. هي بس هي عيبها ان هي هتدي شوية دخانة جامدة، بس يعني ايه، هتاكلي فراخ مشوية حلوة. طبعا مفيش حاجة تعلى بقى عن الفراخ المشوية على الفحم، دي التوب يعني. لو عندك شواية على الفحم اشتغلي بيها على طول. طب ما عندكيش ده ولا ده، ولا مش عايزة تعملي، طب بالطريقة دي انتي ممكن تشوحيها كده في الطاسة، تديكي برضه طعم حلو جدا. احنا كده عملنا كل الكمية بتاعتنا دي يا جماعة فرخية، بس ربنا مبارك فيها شوية. بس شوية بقى تتبيلة كده اللي بقى، وايه، حطيها كده بقى من فوق بس، وغطيها بقى شوية في التلاجة. دي بقى بعد ما اتبلت ليلة كاملة. بصوا نزلت كل ميتها ازاي، بصوا اللحم يا جماعة غماء لدرجة ان هو خلاص كل من التتبيلة بتاعته كلها. هنا بقى على الشواية بقى، الله ما اقولكيش بقى كده على الشواية، والريحة بقى مش عايزة اقولك تحفة.
هنا بقى المنظر بقى الأخير بقى، أحلى أكلة فراخ مشوية بقى، جنبها شوية سلطة خضرا وشوية سلطة طحينة وصلصة وشوية مكرونة. أحلى أكلة بجد، حاجة كده وهم. أشوفكم في فيديو جديد، واشتراك ولايك.